زهقنا من الأكل التقليدي فقررنا ان احنا النهاردة نعمل حاجة مختلفة. كأننا في محل المشويات. عملنا فراخ في الصينية طعمها زي المشوية بالظبط وصحية في نفس الوقت. وعملنا رز مبهر زي اللي في محلات المشويات. كان عندي شوية سوداني ومكسرات رحت حطيته على الرز. جيت بقى لتتبيلة الفرخة. رحت جبت بصل طماطم فلفل اخضر وليمونة. حطيت المكونات في الخلاط وعصرت الليمونة علشان لما بيتحط قشر الليمون في الخلاط بيبقى طعم الفراخ ممرر شوية. وبعد كده جبت البهارات حطيتها برضو في الخلاط علشان يتخلطوا كلهم مع بعض. كانت البهارات عبارة عن جوز الطيب وبهارات لحمة وملح وسكر وفلفل اسود. السكر بيدي للفراخ شوية كده ايه سويتنس كده بتبقى حلوة. حطيت بقى خلطتهم في الخلاط وحطيت المكونات دي فوق الفرخة وسبتهم حوالي ساعة. في ناس بتسيبهم لحد تاني يوم، بس احنا كنا مستعجلين وفي نفس الوقت برضو الطعم ما فرقش كتير والفراخ اخدت وشربت كويس من التتبيلة. رصيتهم في الصينية. ولو تاخدوا بالكم انا ما حطيتش ولا زيت ولا اي حاجة، كده كده الفراخ بتنزل الدهون بتاعتها. حطيتهم فوق النار شوية لحد ما خدوا كده غلوتين. وبعد كده رحت حطيتهم في الصينية على درجة حرارة 190 تحت الشبكة. وبعد كده بقى جيت عشان اعمل الرز المبهر. جبت معلقتين سكر وحطيتهم في الحلة وسبتهم يتكرملوا. وبعد كده حطيت فوقيهم المية. طبعا بحط مقدار المية بتاع مقدار الرز، يعني مثلا لو انا هعمل كوبايتين رز يبقى انا حطيت كوبايتين مية. وحطيت فوقيهم معلقتين قرفة. وحطيت فوقيهم 3 معالق ملح صغيرين وحبة فلفل اسود. وبعد كده سبتهم ياخدوا غلوة شوية على بقى ايه ما جبت حتة سمنة ورحت محمرة فيها الرز تحميرة كده بسيطة تشويحة. وبعد كده رحت حطيت الرز في الحلة بعد ما المية غليت. وطبعا زي ما بنسوي الرز سيبنا النار عالية شوية لحد ما يشرب المية. وبعد كده وطينا عليه على الاخر علشان يستوي. بعد ما الرز استوى بدأت ارصه في الصينية كده زي ما انتم شايفين. وكانت ريحته تجنن وريحة القرفة كانت مودياه في حتة تانية. جيت بقى المكسرات اللي عندي رحت محمراها في شوية سمنة. وبعد كده رحت رصيتها فوق الرز. حاجة كده روعة الروعة. وفي الوقت دوت كانت الفراخ جاهزة. طلعتها بقى من الفرن وبدأت أرصها في الطبق. وقلنا بقى ايه نبدأ ناكل كده بقى ايه بالهنا والشفا. أتمنى تكون الوصفة بتاعت النهاردة دي عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يجيلكم كل جديد. مع السلامة.